هنا يمكن لي ننظر على اليمين نقول له لا. علاش؟ لان عندك علامه ديال الانتيردي، ممنوع الدور على اليمين. اش قلنا يا ودي؟ ما ندورش عليه ولا نمشي قدام. السؤال رقم 2، البلاكه عندنا فيها 120 وانت غادي ب 100 تزيد في السرعه. نقول لا. علاش قلت ليه لا؟ لان المسلك ديال التجاوز راه عندي عامر، راه في المرايه عندي مسلك التجاوز. هذه ما بانت لكمش ياك؟ ما بانتش ليا. عندنا مسلك التجاوز عامر. علاش قلنا ليه ما نزيدش انا في السرعه؟ 3. اذا اصحاب الضرر اللي تخصهم يلزموا الجيم ديال اليمين نقول لي نعم. علاش؟ لان عندي علامه ديال الاجبار. هذا صاحب الدراجه فين هو؟ ها هو في اليمين ديالك، راه جاي قدامك. اذا هذه خاص يكون في اليمين ديالو اللي هو اليسار ديالي. اذا نقول له ماشي في وضع مناسب لي السير. 4 باش نكمل السير قدام يمكن لي نستعمل المسلك ديال اليسار. لا. علاش؟ المسلك ديال اليسار عندي فيه انتيردي، عندي بلاكه ديال الانتيردي، يعني غنقول ليه لا، خاصني نمشي قدام. 5 المرور ممنوع على الراجلين. نعم عندي علامه ديال المنع، عندي علامه منع تقول لك ممنوع على الراجلين. يمكن لي نوجد الراجلين واخا ممنوع عليهم، يمكن نوجدهم انا غنجبرهم في المكان. 6 اذا الطريق غتضيق على اليمين. نعم ها هي العلامه، طريق ضيقه من الجهه ديال اليمين اليسار. لا يعني عندنا واحد خط نشان وخط مائل، يعني غتضيق من الجهه ديال اليمين. نقص من السرعه. علاش قلت لي نقص انا من السرعه؟ حيت عندي علامه الخطر وهي ولو تكون مؤقته. راه عندي تما الطريق قد ضيق. شتي الا كانت علامه بيضاء خاصني نقول نخدم السرعه. علاش؟ لانه فاش كنشوف علامه خطر خاصني نقص انا من السرعه ديالي. هذه العلامه اش كتمنع؟ كتمنع المرور على الشاحنات الكبيره والشاحنات الصغيره. الحافله لا. وقتاش غنقول ليه تمايا ب3؟ الا كانت علامه خفيفه صغيره، طوموبيل صغيره كاينه في علامه المنع، عاد نقول ليه 1 و2 و3. الا كاين تما غير كار بوحدو راه غتقول له رقم 2. الا كاين كاميو تمايا غتقول له الشاحنات كبيره والشاحنات صغيره. 9 هذه الاشاره واش كتعلم على طريق غضيق. اذا طريق ضيقه على مسافه محدوده او على مكان محدد، على مكان محدد او مكان معين، او كذلك انك تضيق في وسط الطريق. ماشي الجوانب ديال الطريق هما اللي كيضيقوا، وانما وسط الطريق هو اللي كيضيق عندي. اذا الخطوط المرسومه على الارض كتشير شنو؟ الخطوط المرسومه على الارض اش كتشير؟ شريط خاص بالدراجات. غادي نخرج من تجمع سكني غنقول ليه لا. علاش؟ شنو البلاكه اللي غتقول لي غندخل من تجمع سكني؟ الا كانت دايره بحال هكا، مثلا كان واحد المستطيل وكان مثلا الدار البيضاء وعليها واحد الخط، يعني هذا هو نقول ليه نعم انا عندي تما غندخل تجمع ماشي غنخرج، غندخل تجمع سكني. السرعه محدده 60 كيلومتر في الساعه. نعم. علاش؟ البلاكه هي اللي حكمت عليك، البلاكه ديال المنع كتكون دير عندك راه السرعه محدده عندك فاش 60. شكون عنده الصوت؟ 12. اذا السيريه رقم 4 نوقف باش نسمح بالمرور نقول له نعم. علاش؟ لان القاعده باينه كتقول لك اللي عنده السهم الاحمر هو اللي خاصو يوقف، واللي عنده السهم الكحل او السهم الازرق هو اللي خاصو يدوز. اذا السهم الكحل عند من كاين عند اتجاه المعاكس. اذا غنقول ليه هنايا اللي عنده السهم الكحل او الازرق هو اللي خاصو يدوز. اش من سهم عندي هنايا؟ احمر. اش قلنا؟ انا خاصني نوقف. 13
ابتداء من هذه العلامه. العلامه اش عندك فيها؟ عندك فيها تحديد السرعه في 50. يعني الا كاين 60 عفوا، الا كاين هذا من 60 واش انا غنمشي من 60 لفوق ولا من 60 لتحت؟ بطبيعه الحال غنقول ليه غنمشي من 60 لتحت. انا غنقول ليه نمشي ب 50 و60 و40 و30. علاش؟ لان عندي الطريقه عاديه، ولكن في الطريق السير ممنوع نهبط على 60. حجم العلامات الطرق كيكونوا كبار على الطريق السير. اش قلنا هنا عام في نظركم؟ مزيان، برافو عليك. انا غادي ب 120 كيلومتر في الساعه، ما غتبانش هنا بلاكه صغيره، غتبان لي بلاكه. هادشي هما داروا بلايك كبار، فهمت؟ لان باش داروا بلايك كبار عنده عامل السرعه، صافي مزيان. هاد العلامه اش كتعلم؟ على ملتقى الطرق مداري. غنقول ليه نعم، يعني عندي رومبوان مداري او رومبوان. كنمشي في الطريق اقليميه ولا وطنيه، غنقول لك الاقليمي تيكون المربع ازرق فوق اللافته ديال الارشاد. هنا عندي مربع احمر ماشي مربع ازرق. هنا غنقول ليه مربع احمر غنقول ليه وطني، ومربع ازرق اقليمي، ومربع اصفر جهوي، ومربع اخضر غابوي. ندخل المنطقه فيها الرياح. العلامه هي اللي كتاكد لك. العلامه اش كتقول لك؟ انتباه رياح من اليمين ومن اليسار ومن وسط الطريق. يعني خطر متنوع، خطر متنوع. الخطر غيجيني من اليمين ومن اليسار ومن وسط الطريق. جاو حتى القسم الثاني ديال السؤال قال لك كتهب، هاد الرياح كتهب غير من اليمين. نقول لا، علاش؟ لان عندي علامات الخطر غيجيني من اليمين ومن اليسار ومن وسط الطريق. هاد العلامه اش كتقول لك؟ كتقول لك ممنوع دير نصف دوره. نصف دوره ممنوع، يعني هي العلامه دايره بحال هكذا، يعني كتقول لك ممنوع دير نصف دوره. صافي عرفت العلامه ياك؟ غنمشي. هاد العلامه واش كتغير اتجاه اليسار؟ غنقول ليه لا، العلامه كتغير اتجاه اليسار خاصها تكون بحال هكذا. غنقول ليه نعم. واش تغير اتجاه اليمين خاص تكون بحال هكذا؟ غنقول نعم. ولكن العلامه عندي هذه كتبان لك ممنوع دير نصف دوره، او كتسمى الديميتور، تكون غادي وترجع. هذيك هي الديميتور. صافي زيد 18. هاد العلامه اش كتشير؟ منفذ الخروج من طريق السيار. نعم، عندنا واحد السهم صغير، ها هو عندنا واحد السهم صغير تيقول لك منفذ الخروج ديال الطريق السيار. نقول ليه نعم. لازم ندور على اليسار عند ملتقى الطرق اللي جاي تكون عندي هذه العلامه. اش كتقول لك؟ ممنوع تدور على اليسار. غنقول ليه ممنوع ندور على اليسار. اذا نقول جاوبنا رقم 2. هاد العلامه اش كتعلم؟ على خطر تساقط الاحجار. غنقول ليه نعم، عندي العلامه، وكذلك وجود احجار على الطريق. اذا المثلث كيف ما قلنا الخطر هو عباره عن رمز شكل لون، رمز شكل لون. هي واحد الرساله كيقول لك اودي رد البال، غتجبر الاحجار في الطريق. اذا الخطر غيجيني من اليمين، الخطر غيجيني من اليمين، من اليسار الخطر غيجيني من وسط الطريق. يعني هادشي قلنا لي احجار على الطريق. 21 يمكن لي نستعمل